السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد وفيديو جميل قوي هيعجبكم جدا. الكفتة بالرز. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ مع بعض على طول الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي نص كيلو لحمة مفروم بالشكل ده، وعندي ربع كيلو رز برضو غسلاه ونقعاه وطحناه بالشكل ده، وعندي ربطة كزبرة وربطة بقدونس، ويا ريت الورق بس علشان العيدان بتنزل مية، وعندي بصلاية متوسطة، وعندي 3 فصوص توم بالمنظر ده. طبعا البصلاية انا وريتها لكم عشان تشوفوا الحجم بتاعها قد ايه. طبعا مش هحط بهارات كتير، انا مش هحط غير الملح والفلفل بس علشان ما يبقاش مبهر قوي وطعم الكفتة يروح مني. هنزل بالكلام ده كله في الكبة وهطحنهم كويس جدا، وهنشوفهم مع بعض بعد ما يطحن. افرم الاول البصل والثوم والخضروات، لو عندك برضو فلفل حامي بالشكل ده او بارد مفيش مشكلة. هحط الملح والفلفل والرز وهفرمهم كويس جدا في الكبة، وبعدين هضيف اللحمة وهنشوفهم مع بعض. خلاص كده الكفتة بتاعتنا اتفرمت، هنشوفها مع بعض. وحابة تصبعيها مفيش مشكلة، حابة تعمليها مدور بس ندهن صباعنا زيت كده ونحاول نلفها مدور او صوابع. لو حابة تفرزيها بالشكل ده مفيش مشكلة برضو، بتقعد معاكي فترة طويلة. بتحطيها في العلبة كده وبتفرزيها. طبعا انا هقلي نصهم وهفرز نصهم، هقلي شوية وهعملهم بالدمعة وهنشوفهم مع بعض. ده طبعا بعد ما اتقلى مش بيفك خالص. احنا لو عملنا الطريقة دي صح مش هيفك منك الكفتة خالص زي ما احنا شايفين كده. نص كيلو اللحمة عليهم ربع كيلو من الرز، كده مش هيفك منك ابدا. والخضروات بتكون من غير العيدان عشان العيدان بتعمل ميه وبتخلي الصباع برضو يفك. دي تكات يعني لازم نتبعها علشان الكفتة تطلع معانا صح، وما تبقاش بتفك مننا زي ما بنعملها. خلاص، وده شكلها اهو بعد ما اتقلى. انا بعمل الدمعة، بجيب معلقة ثوم بحمرها، وبعدين بحط عليها معلقة خل، بعدين بحط الصلصة علشان تديني طعم صلصة الكشري. بتبقى طعمها جميل جدا. وبضيف الكفتة بعد ما بتتقلي، بتبقى منظرها حلو. او بعدين بضيفها، بحط الصينية في الفرن، بتبقى دي الشكل بتاعها، الشكل النهائي بتاعنا. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش تضغطوا لللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا للجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. لسه في فيديوهات جاية كتير هتحبوها وهتعجبكم جدا. وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.